السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى. في فيديو ليا خطير جدا، خطير. النصارى قاصين كلامي وجايبين قال ان انا اعترفت بألوهية السيد المسيح والعياذ بالله. ده هما الفيديو قاصينه، ما كملوش كلامي للنهاية، وانا مجرد سؤال بسأله لشيخ الخوارج سعيد فرج، مجرد سؤال بسأله له، فقام اتلجلج في الكلام وقال لي ما ينفعش تستدل عليا من كتاب النصارى، وانا اصلا ما كنتش بتكلم اصلا في كتاب النصارى ساعتها، انا كنت بتكلم في كتابنا اصلا. نسمع الفيديو مع بعض وهنرجع نعقب، والله المستعان. نركز يا اخوان. انا اقول له يا اخي سعيد قول لي كلمه الله. كلمه الله مخلوقه ام غير مخلوقه؟ بس يقول لي المعجزه مش المعجزه. انا سالت سؤال، الاجابه مخلوقه غير مخلوقه بس. لا، كلمه الله غير مخلوق. اتفضل. واذا السيد المسيح هو كما ذكر في القران هو كلمه الله، وكلمه الله غير مخلوقه، وكلمه الله ازليه بذات المسيح هو الله. لا، ما ينفعش انا كمسلم اسال سؤال في الاسلام واروح استدل بكتاب النصارى. كارثه. هيقول لك وانت كتابك ناقص. خطا. خلاص يجيب تفسير صحيح ويرد عليه. سبحان الله يطالع عليك. ما بدنا يعني سكتنا، صرنا ساعه نحاول. تمام. كلمة الله غير مخلوقة والمسيح اتقال عليه كلمة الله، يبقى اذا المسيح هو الله. اتفضل جاوب يا اخ سعيد. اعطينا ميوت وخلي راح تصل على ميوت. كده عندي صوت. اتفضل. طبعا النصراني بكل خبث وبيسجل البث اخذ الجزء اللي هو عايزه من كلامي، وما اكترهم بيعملوا كده، ياخد الجزء اللي هو عايزه من كلامي وما بيسمعش بقية الاجابة عشان ياخد اللي على هواه وخلاص. فدي كارثة، دي كارثة، يعني دي كارثة. طب ده انا في مرة كنت سامع حنوكة، والله في مرة بيقول عائشة رضي الله عنها، والله العظيم انا ممكن كنت اخدها تسجيل واقول حنوكة تاب، بس ده يبقى هبل وعبط وتدليس. فربنا يهديكم، ربنا يهديكم، ربنا يهديكم. انا بسأل شيخ الخوارج سؤال، بقول له ايه يا شيخ سعيد؟ اصل هو طلع اتزنق في نفس السؤال ده مع النصراني، لانه كان في حوار مع نصراني ومن النصراني سأله السؤال ده، فهو شيخ الخوارج اتزنق. فانت هتجاوب اسلامي، فالنصراني مش مقتنع اسلاميات، هو مش، انت لازم تدخل في كتابه عشان تفهمه. ادخل في كتابه وقول له في كتابه ازاي مثلا، يعني بكل بساطه. يقول تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 171 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالسيد المسيح في سورة النساء عليه الصلاة والسلام في الآية 171 هو كلمة الله وروح منه، رسول الله، رسول الله وكلمته وروح منه. طيب هو النصارى ايه؟ شالوا كلمة رسول، يعني مش بتجعلوا كلمة، ماسكين في الكلمة وروح منه. فاحنا طبعا لنا تفسيرات الإسلامية، هنقول لهم الكلمة كون فيكون، وروح الله أي للتعظيم. فاحنا لنا تفسيراتنا الإسلامية، عارفينها. السيد المسيح هو رسول الله، كلمته جاءت للتعظيم اللي هي الكلمة كن فكان المسيح، خلاص انتهت. فانت تقعد تقول للنصراني من هنا للصبح كده، هو ايه؟ مطلسم دماغه. تمام. تعال بقى، لان هم لهم تفسير كلمة الله بيقول لك ايه؟ كلمة الله اللي هي الله، عند النصارى كلمة الله اللي هي الله. ركزوا في الفيديو ده كويس، عشان الفيديو ده برد على التدليس اللي حصل ده، الله المستعان. فهنا عند النصارى كلمة الله بيبص، احنا عندنا الكلمة اللي هي كن فكان، كن المسيح فكان المسيح، كلمة الله دي الكلمة.
عند النصارى كلمة الله اللي هي الله نفسه. في معتقد النصارى كلمة الله أي الله نفسه. وصلت؟ فهنا النصارى بيقولوا كلام حلو أوي زي الفل. هنا خلي بالك، ركز في الحتة دي. بيقولوا المسلمين بيفرقوا بين كلمة الله وذات الله، مع ان كلمة الله وذات الله واحدة، المسلمين بيفرقوها. تمام، كلامكم جميل وزي الفل لحد الآن يا نصارى. واحدة واحدة كده بقى وخليكم معايا. تمام. أولا كلمة الله، أنا لما فتحت الكتاب المقدس في سفر القضاء 6 الفقرة 15، وممكن ترجعوا ورايا وتجيبوا النصوص دي بنفسكم وتراجعوا ورايا. في سفر القضاء 6 الفقرة 15 تفسير القوم مستعدرس يعقوب مالسي بيقول ايه؟ وكان جدعون رمزا للسيد المسيح جبار البأس إذ هو كلمة الله. يعني جدعون النبي اتقال عليه في الكتاب المقدس هو كلمة الله. ليه بقى انتوا ما بتقولوش جدعون هو الله يا نصارى؟ لو قلتوا جدعون هو الله انا هعترف بألوهية المسيح واقول لكم المسيح هو الله. استبينا برضه هتيجوا تكلموني في روحا منه. تمام، كلام جميل وزي الفل، وروحا منه. طيب برضه نيجي للكتاب المقدس في سفر التكوين 41:38 بيقول لك ايه يا حبيبي؟ وقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ فروح الله اتقالت على سيدنا يوسف النبي في الكتاب المقدس. فقال انتوا يا نصارى بتقولوا يوسف النبي ده اله؟ لو قلتوا يوسف النبي ده اله انا اقول لك المسيح النبي ده اله عندنا. خلاص الامر منتهي. فباجي بالك من كتابكم، لو انتوا قلتوا احنا هنقول. فما تبقاش نصراني تاخد نص كلامي وتبني عليه كلام باطل عشان تحسن وتقول وتثبت صحة معتقدك الباطل. عيب 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 الخبث واللؤم ده. انا بسأل الشيخ الخوارج، وشيخ الخوارج اصلا يتلجلج، لان انا عارف الجلجه. ليه انا عارف الجلجه؟ انا عارف اخليه يتلجلج. مشايخ الخوارج انا عارف اخليهم يتلجلجوا قدامي بفضل الله عز وجل، اخليهم يتلجلجوا. فما تجيش بقى سؤال انا بسأله لشيخ الخوارج وانت تقوم ايه تقص منه كلام. عيب عليك، عيب عليك. لازم تاخد كلامي للاخر، لازم تاخد كلامي للاخر. يا رب تكون الرؤية اتضحت. انا بقول لك اهو السيد المسيح عندي في كتابي ورسول من الله وكلمة الله وروح منه. طيب في كتاب حضرتك برضه السيد المسيح برضه رسول وهذه الحياة الأبدية يعرفك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته رسول. ده من كتابك يا نصراني. وبرضه رسول. وما جيت في كتاب حضرتك يا برنس النصارى، ما جيت في كتاب حضرتك وكان جدعون رمزا للسيد المسيح جبار البأس هو كلمة الله. يعني جدعون اتقال عليه كلمة الله. يعني بالعربي لو قلتوا جدعون يا نصارى تحدي ليكوا اهو. بصوا بقى، تحدي للنصارى. لو قلتوا لي ان جدعون ويوسف النبي آلهة انا هقول المسيح اله. لو قلتوا كده ده عبوري واقف على النقطة دي. انا بقول لكم بصوا بقى اهو، بعلنها لكم عبوري واقف على التكة دي بغض النظر بقى عن التحريفات اللي في الكتاب المقدس وكده. بص هعمل اعمى بس انا قدامي آية قرآنية وقدامي نص مقدس. جدعون في الكتاب المقدس كلمة الله، يوسف النبي روح الله في الكتاب المقدس. لو انتوا قلتوا جدعون النبي ويوسف النبي آلهة انا هعترف بألوهية المسيح حالا. اوكي؟ وبلاش تقطعوا فيديوهاتي وتبنوا عليها كلام باطل. ربنا يهديكم يا نصارى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديكم الى الحق بحق. هذا وان كان من توفيق فمن الله الواحد الاحد، وان كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اقول قولي هذا والسلام على من اتبع الهدى.